اللاعب المصري الوحيد اللي وافق روجيه ميلا يشارك في ماتش اعتزاله بدون مقابل. الغزال إبراهيم يوسف اتولد سنة 1959 في حي إمبابة بمحافظة الجيزة. يعتبر الغزال أفضل قلب دفاع وبالتحديد مركز الليبرو في الكرة المصرية. قدر يحقق ألقاب كتير مع نادي الزمالك، منهم لقب الدوري 3 مرات سنة 83 و84 و88، وكاس مصر ودوري أبطال أفريقيا مرتين. ومع منتخب مصر فاز إبراهيم يوسف بكاس الأمم الأفريقية تحت قيادة كابتن الجوهري، وحصل على لقب أفضل لاعب مصري أكتر من مرة وثاني أفضل لاعب أفريقي. وبعد تألقه مع منتخب مصر تلقى عرض من باريس سان جيرمان. وفي مباراة اعتزال الغزال اللي شارك فيها روجيه ميلا أسطورة الكرة الكاميرونية، واللي كانت بين منتخب مصر ومنتخب الكويت، ولعب وقتها ميلا مع منتخب الكويت وسجل هدف. وبعد اعتزاله درب فريق نادي الزمالك تحت سن 17 سنة. كان عضو في جهاز الشرطة اللي فضل فيها لحد ما وصل لرتبة لواء. اتوفى كابتن إبراهيم يوسف في أول أيام شهر رمضان الكريم سنة 2013 بأزمة قلبية. ودي كانت قصة النهاردة من اسمك مش غريب.